إذاعة أكاديمية الفنون تقدم السرداب. السرداب هاني كمال، حسن يوسف، حنان الشيمي، فاطمة محمد علي، هناء فاروق، أنس علاء، نهال القاضي، شاهندة محمد، وليد بدر، ماجد مختار، وكنز أحمد. السرداب. تسجيل ومونتاج دكتور خالد محسب، إشراف عام دكتور حسام محسب، تأليف وإخراج عمرو عبد دياب. ها، مين اللي على الباب؟ ده جارنا اللي قدامنا. وعايز ايه جاركم اللي قدامه؟ معرفش. كلميه من ورا الباب وقولي له عايز ايه. ايوه، مين؟ ايوه يا طنط، انا وليد اللي ساكن قدامكم. في حاجه؟ لا مفيش يا وليد. انت عايز حاجه يا حبيبي؟ لا انا مش عايز حاجه، انا بس بطمن عليكم. اصل شيرين كويسه يا حبيبي، بكره هخليها تفوت عليك. متشكر جدا يا طنط، اسف على الازعاج. برافو عليكي، او انت كده تعجبيني. طب ارجوك، اهم حاجه بنتي، اوعوا تعملوا فيها حاجه. ماشي، بس تضمني لي بقى ان احنا نخرج من هنا احنا وكل الحاجه اللي معانا دي. موافق. خلاص قدامي. مش عارف يا رمضان، بس انا اتصلت بيوسف جوز اختي واكد لي ان صافي وبنتها جوه الفيلا، وانا حاسس ان صافي وبنتها في خطر. بقول لك صافي لما اتصلت بيا حسيت انها في خطر وكانت عايزه تستنجد بيا، وبعدين كانت الساعه 3 الفجر. برافو عليك يا ياسر، كده الام وبنتها متكتفين صح الصح، وحاططهم في المطبخ كمان جنب الغاز يا معلم شحاته. بس قول لي بقى، انت ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ انت عبيط ياض، هنفتح الغاز ولازم يموتوا، مش لازم نسيب اي دليل ضدنا. خلي بالك كويس شويه ونبتدي نتحرك من الفيلا بعد ما نخلص عليهم. تمام يا معلم. وبعدين يا ماما ما تخافيش يا حبيبتي، هيخرجوا ان شاء الله. هنعيش وهينتهي الكابوس ده. ما اعتقدش يا ماما، انا سامعاهم بنفسي عايزين يخلصوا علينا يا ماما. معقول؟ ربنا يستر يا رب يا رب يا رب. ولا ياسر، افتش شنط كويس هلا؟ تمام يا معلم. خلاص روح بقى استناني على باب الفيلا، هخلص على البنت وامها واجيلك ونهرب بسرعه. ده هلا يا ياسر، ايه الكلب ده؟ ايه اللي جابه هنا هلا؟ يا معلم ده مش ممكن ابدا، الكلب ماسك فيك ومش عايز يسيبك. اضربه يالا باي حاجه يالا. مش هينفع يا معلم كده، لا مش هينفع. ابعد يالا كلب يالا. يا معلم الناس هتصحى وانا اتفضح. ابعد يا كلب، ابعد. سامحني يا معلم، سامحني، انا بخاف من الكلاب يا معلم، انا لازم اهرب. انت رايح فين يا ياسر؟ ما تسيبنيش يالا، ما تسيبنيش. الله، مش ممكن الكلب ده، مش ممكن. ابعد عني، ابعد عني، امشي. يا
الحقوني الحقوني، ولا كمان يلا الحقوني، حد يشيل الكلب ده يا جدعان. الحمد لله على سلامتك يا صافي. ياه يا هشام، ساعات كلها رعب وخوف. الحمد لله انها جت على قد كده وقدرنا ننقذك. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا هشام. بصراحة لولا ذكاء بنتك شيرين وصاحبتها نيفين ما كناش قدرنا ننقذكم. كل اللي عملته إني دخلت على الواتساب وبعت لنيفين صاحبتي رسالة، قلت لها إننا في خطر ولازم تتصرف بسرعة. متشكرة قوي يا نيفين، فعلا نعم الصداقة. الله يخرب بيتك يا ياسر، يعني لو كنت راقبت الفيلا كويس ولا؟ الله يخرب بيتك انت يا معلم شحاته. الله يخرب بيتك انت، منك لله يا شيخ. يا ريتني سمعت كلام وردة مراتي حبيبتي وبعدت عن الحرام. ادي اخرتها سجن وبهدله. شفتي يا ماما؟ شفتي مدحت خطيب صاحبتي نيفين عمل ايه عشانها وعشان حبيبته نيفين؟ هو ده الحب الحقيقي يا ماما. الراجل هو اللي بيبان في المواقف الصعبة. عرفتي يا ماما ليه مش عايزة ارتبط بأي حد وخلاص؟ عندك حق يا شيرين، عندك حق. أنا عارف إن أنا السبب. أنا آسف يا صافي. آسف على إيه ولا إيه؟ دلوقتي بس فاكر إنك تتأسف؟ فاكر إن ليك زوجة بتستناك ليل ونهار وسايبها وقاعد في اسكندرية على طول؟ ده أنا لولا عناية ربنا كان زماني مت أنا وبنتك. يا أخي ده الراجل أمان، وإنت عمرك ما كنت أماني. طلقني يا يوسف، طلقني. السرداب. تسجيل ومونتاج دكتور خالد محسب. إشراف عام دكتور حسام محسب. تأليف وإخراج عمرو عبد دياب.